الخطر يقترب الآن، يقترب الآن. يا الله، خطير المحاولة. الله، جول، ضربة المباراة في هذه الكرة لمصلحة تراوي بالراس، خطير. الله، هي عاصفة، هي عاصفة لا أمان لها، هي عاصفة لا أمان لها في هذه اللحظات، تحضر في ملعب المباراة بالنسبة للفريق الجزائري. يا الله، من ملعب أبو سمرة مهلبية الكرة المصرية، رسميا حصالة أفريقيا كالعادة. الزمالك بيودع بطولة أبطال أفريقيا، لا جديد يذكر ولا قديم يذكر. القديم يعاد حصالة أفريقيا هم علشان يتأجل حلم الستة للسنة الجاية، علشان نيجي السنة الجاية ونقول الستة يا زمالك، علشان برضو في نهاية السنة الجاية هنقول سنظل أوفياء. الزمالك حصالة أفريقيا بياخد المركز الرابع، بين قوسين حصالة. الزمالك بعد 5 ماتشات بياخد 4 نقط علشان يفضل ينقط ولا أجمل حنفية موجودة في العالم. الزمالك هيلاعب المريخ في مباراة تحصيل حاصل، خلاص الترجي وشباب بلوزداد صعدوا رسميا، لكن كل الإعلام، كل الإعلاميين، كل الناس هتطلع تتكلم عن صعوبة لقاء الأهلي، هتتكلم عن الخروج المحتمل للأهلي، كل الناس هتطلع تتكلم على عقوبة كهربا. للأسف محدش بيتكلم على الزمالك. أهلي بس هو اللي بيتبروز، غلطات الأهلي بس هي اللي بتتكلم عنها في كل الناس. الزمالك طلع من أفريقيا، ورغم كده كل الإعلاميين هيطلعوا ينتقدوا كهربا، وكل الإعلاميين هيطلعوا ينتقدوا الأهلي. الأهلي هو كل أحداثه هي اللي موجودة على الساحة دلوقتي، علشان الإعلام يخصص نفسه بس عشان خاطر إن هو يهاجم الأهلي. الزمالك من كام يوم كان في غرامة قوية خالص من خالد بوطيب على الزمالك، قرابة 2,700,000 دولار، أعلى من عقوبة كهربا بحوالي 200 أو 300,000 دولار، ورغم كده ما سمعناش عنها لا حس ولا خبر. الزمالك بيجهز حوالي 1,000,000 دولار عشان يدفعها من ضمن انتقال صفقة الجزيري، بعد ما الفيفا أعلن إن هو موقوف 3 فترات كده، ورغم كده ما شفناش أي حد من الإعلام طلع واتكلم على الموضوع ده. الزمالك، اوضه اللبس للزمالك، الخناقه الكبيره اللي حصلت ما بين زيزو وما بين شيكابالا، وان زيزو راح لامير ابن الموسيقار، وده بعد الخناقه اللي حصلت ما بين الكابتن زيزو والكابتن شيكابالا عميد الكره المصريه بارقامه الخزعبليه، لما زيزو اتخانق مع شيكابالا وراح شكى لامير توفيق، وده بعد ما كابتن شيكابالا راح سرب اخبار لسياده الموسيقار ان كابتن فتوح وكابتن عبد الله جمعه بيتعاطوا الحشيش، وحصلت ازمه كبيره خالص، وزيزو رفض ان هو يتدرب الا لما شيكابالا يعتزل، ولكن كابتن امير توفيق احتوى الموقف وراضى الطرفين، ووعد كابتن زيزو ان كل المطالب دي هتحقق. دلوقتي بعد ما كابتن فتوح ثبت براءته، وبعد ما كابتن عبد الله جمعه ثبت براءته، دلوقتي شيكابالا هو اللي في الصوره. شيكابالا مكروه من كل اللعيبه، وده حال اوضه اللبس. ده على صعيد تاني ظهر محامي كبير خالص للزمالك، كابتن ميدو، اللي طلع واعلن ان هو المحامي الخاص لكابتن مرتضى منصور سياده الموسيقار، وطلع في البرنامج بتاعه وقال ان هو محامي مرتضى منصور، وانتقد ممدوح عباس بشده كبيره خالص، وقال ان هو محامي مرتضى منصور. في ناس بتقول ان هو حبا في الزمالك وعشان استقرار الفريق، وفي ناس بتقول عشان ابن الكابتن ميدو من الناشئين واتمضى له عقد ب5 مليون دولار، مع ان الناشئين مش بيتمضى لهم اي عقود احتراف. يقال ده ويقال ده، والحقيقه فين؟ الحقيقه عند الكابتن ميدو. المهم احنا بنحتفل مع الزمالك بالخروج من ابطال افريقيا كالعاده. نستناكم السنه الجايه والستة يا زمالك من ملعب ابو سمرة. ليكم الف تحيه واحلى سلام. ما تنسوش تدعمونا باللايك والمشاركه، يا ريت تكتبوا لنا ارائكم في تحليل لماتش الزمالك وشباب بلوزداد بعد الهزيمه بثنائيه قويه والخروج كالعاده من دوري ابطال افريقيا. مع السلامه.